حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل النهارده معاكم مخلل اللفت، هعمله بطريقه سهله وبسيطه، واقول لكم على معلقه سحريه تحطيها فيه هتخلي المخلل بتاعك او هتخلي اللفت يفضل مقرمش معاكي، وكمان ما يسودش، ولغايه اخر واحده في البطرمان هيفضل معاكي زي ما بقولك، هيبقى مقرمش وهيكون كمان لونه ما يغيرش. في البدايه كده انا مش هقول على الكميه، يعني اي كميه انت هتستخدميها، لان احنا هنقول مقدار الميه اللي هنحطها على اي كميه. طيب انا هنا معايا اللفت بتاعي، جبته نقعته في ميه، يعني غسلته كده بميه، طلعت الطينه اللي فيه، وانا قطعت الكميه اللي معايا، بس خليت اتنين كده وانا بوريكم بقطعها. وانتي بتقطعيه وبتنضفي الشعر اللي بيبقى فيه كده، اللي بيبقى من فوق ده، او اي اجزاء تكون مش نظيفه فيه، حاولي ما تقشريش اللفت كله وتخلي فيه اللون بتاعه الجميل ده، لان اللون بتاعه ده بيخرط معاه في التخليل، فبيخلي لونه يبقى حلو. هتقطعيه بقى بسكينه او القطاعه بتاعه اللفت دي، بتاعه المخلل دي عموما اصلا تمنها رخيص، يعني مش غاليه. ولو انت مش عايزه تقطعي بسكينه عاديه قطعي. خلاص انا قطعت الكميه بتاعتي كده، زي ما قلت في البدايه كده، انا غسلته كويس ونضفته، والعروق بتاعته دي لو انت بتحبي العروق اللي هي الخضراء قطعيها فصصيها من بعضها، عشان بيكون في تراب يعني او طينه بينهم، بين كل واحده وواحده، فخليه يبقى يعني بعد ما تقطعيهم تغسليهم كويس وتخليهم مفرطين. خلاص انا عبيت هنا البطرمان بتاعي. النهارده اول مره اعمله في الازازه دي، اتبقى عندي كميه شويه كمان يعني من اللفت، فانا ما كانش عندي برطمان صغير، فقلت هجرب في الازازه دي، واول مره اجربه فيها بصراحه، بس هشوف النتيجه بتاعته عجبتني جدا. تمام كده، زي ما قلت انا مش هقول مقدار معين، بس انا دلوقتي هحط 2 لتر ميه. الكوبايه اللي معايا دي بتاخد لتر، يعني انا عارفه المقدار بتاعها. حطيت فيها البنجرايه اللي انا هقطع منها، هاخد منها كام حته عشان تديني اللون بتاعها دوت. وكده كده مش فارق، حتى لو انا ما عملتش الحركه دي، انا كده كده هحط البنجر في البطرمان، فهيديني نفس النتيجه يعني. خلاص كده انا هعمل بقى، هحط الميه بتاعتي، انا قلت دول 2 لتر، فعلى كل لتر من الميه هحط عليه 4 معالق من الملح، وكمان المعلقه اللي بقولك عليها اوعي تنسيها، هي معلقه السكر. معلقه السكر بتخلي اللفت بيبقى معايا مقرمش، وكمان اللون بتاعه مش بيغير لغايه اخر واحده بتكون في البطرمان. انا مش هحط خل المره دي فيه، لان انا اصلا الخل لو انا عايزاه سريع، يعني لو انا عايزاه مثلا ممكن اكله بكره ولا بعد بكره بالكتير، هحط ايه، ربع كوبايه خل عليه، او حوالي معلقتين خل يعني على اللتر برضو. بس انا ما حطيتش خل، انا كل اللي حطيته المره دي انا حطيت 4 معالق من الملح على معلقه سكر، ودوبتهم كويس جدا في الميه بتاعتي. وبعدين عبيت البطرمانات، والحاجه لازم تغطي الميه، تغطي اللفت بالميه، يعني تخليه متغطي، ما تخليش كده يبقى ما تخليش مسافه، او اللفت يكون مش متغطي بالميه. وحطيت كام شريحه بنجر، ممكن تستغني عن البنجر لو انت مش عايزه يعني تديله بنجر، بس هو يعني طعمه حلو، وفي نفس الوقت كمان بيخلي اللفت لونه يعني شكله حلو. خلاص كده انا اللفت ده عملته، قعد بالظبط معايا 3 ايام، وفتحت عليه ووريته لكم. ده هنا كده خلاص انا عملتهم وسبتهم زي ما قلت 3 ايام، وبعدين هوريكم بقى شكله بعد 3 ايام عمل ازاي. زي ما قلت لو انت عايزه، ده هنا شكله بعد 3 يوم. هفتحه دلوقتي وهوريكم الازازه دي بقى. اما اجي افتحها دلوقتي هعمل ايه؟ شايفين الحته الفوق دي، الفتحه بتاعت الازازه، الفتحه يعني هناخد الجزء الصغير بتاعها ده بسكينه هقطعه، بس هخليها ماسكه، يعني مش هقطعها كلها، على اساس ان انا ايه، اخد منها وتعتبر غطا ليها، حتى الف عليها بقى استريتش، وتبقى مقفوله معايا عشان الهواء ما يدخلش جواه ويبوظه. شايفين شكل اللفت عامل ازاي؟ انا طلعت واحده قطعتها اهي معايا بكل سهوله، ده زي ما قلت تالت يوم، وانا مش حاطه خل عليه. لو انا حاطه خل عليه يعني ممكن افتح تاني يوم بالليل هلاقيه يبقى حلو زي الفل معايا. طبعا مقرمش جدا، كان نفسي اسمعكم المقطع بتاعه وانا يعني كده، بس انا يعني معلش انا سجلت الفيديو بعد ما خلصت. يا رب تجربوه، لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، والسلام عليكم.